الباب الرابع في القصر. القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، وينقسم إلى حقيقي وإضافي. انتبه إلى أن القصر يعني الحصر، فهو يسمى حصر ويسمى قصر، لأن الحصر قصر شيء على آخر، فهما بمعنى واحد. أليس كذلك يا محمد خليل؟ ماذا قلت؟ إيش؟ طيب، نعم. القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، وينقسم إلى حقيقي وإضافي. فالحقيقي ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقة، لا بحسب الإضافة إلى شيء آخر. نحو: لا كاتب في المدينة إلا علي، إذا لم يكن غيره فيها من الكتاب. والإضافي ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين. نحو: ما علي إلا قائم، أي أن له صفة لا صفة القعود، وليس الغرض نفي جميع الصفات عنه ما عدا صفة القيام. تمام. القصر وهو الحصر حقيقي وإضافي. فإذا قلت لا إله إلا الله، فالحصر حقيقي ولا إضافي؟ حقيقي، لأن المقصود لا إله حق إلا الله، وهذا حقيقي. وإذا قلت لا خالق إلا الله فهو أيضا حقيقي. وإذا قلت لا ملك إلا فلان هو حقيقة، ما في إلا ملك واحد، هذا إيش؟ حقيقة. وإذا قلت لا معلم إلا فلان وليس في البلد سواه، ولا كاتب إلا فلان ولا كاتب سواه، حقيقة. الإضافي هو ما كان محصورا بالنسبة إلى شيء معين. إذا قلت لا جواد إلا حاتم، حاتم الطائي المعروف، لا جواد إلا حاتم، هل هو حقيقي ولا إضافي؟ إضافي. نعم، لأنه يوجد أجواد كثيرون، لكن لا جواد مثلا باعتبار المكان الذي هو فيه، باعتبار الزمان الذي هو فيه، باعتبار نوع من الجود. فالإضافي ما كان الحصر فيه باعتبار شيء معين، باعتبار شيء معين، هذا هو الإضافي. وأيهما الحصر الذي يقصد عند الإطلاق؟ الحقيقي. عند الإطلاق يحمل على الحقيقة، فإذا تعذر الحمل الحقيقي قلنا هذا إضافي. طيب، ما علي إلا قائم، ما هو إلا قائم؟ هذا إضافي، لأنه ضاحك، جائع، عطشان، باكي، له صفات كثيرة غير قائم. لكن هذا بالنسبة لإيش؟ لهذه الصفة المعينة، يعني أنه قائم وليس بقاعد، قائم وليس بقاعد، هذا نسميه حصرا إضافيا. فما كان الحصر فيه باعتبار الواقع أجب فهو حقيقي، وما كان الحصر فيه باعتبار شيء معين فهو إضافي. طيب، وكل منهما ينقسم إلى قصر صفة على موصوف. نحو لا فارس إلا علي، وقصر موصوف على صفة. نحو وما محمد إلا رسول الله، فيجوز عليه الموت. رسول الله من كيسك، لا فالجلالة من كيسك. وما محمد إلا رسول، فيجوز عليه الموت. طيب، قصر الصفة على الموصوف والموصوف على الصفة. إذا كانت الصفة مختصة بموصوفها فهو إيش؟ قصر صفة على موصوف. وإن كان الموصوف مقصورا على الصفة فهو قصر موصوف على صفة. المثال يظهر: لا فارس إلا علي،
قصرنا صفة الفروسية على علي. أما كونه حقيقيا أو إضافيا فننظر، إن كان في البلد فارس سواه فهو إضافي، وإلا فهو حقيقي. طيب، ما محمد إلا رسول، هذا قصر موصوف على صفته، يعني أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم موصوف بأنه رسول، لا أنه عبد. نعم، لا أنه رب، رسول لا أنه رب، ولا أنه ملك، ولا أنه لا سيخلد، لأن آخر الآية يدل على ذلك: إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأظن هذا واضح أيضا. إذا قلنا لا قائم إلا محمد، لا قائم إلا محمد صفة على موصوف، ما محمد إلا قائم موصوف على صفة. نعم. والقصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى 3 أقسام: قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة، وقصر قلب إذا اعتقد العكس، وقصر تعيين إذا اعتقد واحدا غير معين. وللقصر طرق منها النفي. طيب، القصر الإضافي هو ما كان القصر فيه بحسب حال معينة كما قلنا، ينقسم إلى 3 أقسام: قصر إفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة، فإذا قلت لا قائم إلا محمد تخاطب رجلا يعتقد أن القائم محمد وعلي، هذا القصر قصر إفراد. يعني بعد ما كان المخاطب يعتقد أن القائم أكثر من واحد، الآن قلت لا قائم إلا محمد، هذا قصر إفراد. بدل ما كان المخاطب يتصور أن القائمين كثيرون، صار الآن لا يتصور إلا واحد. طيب، قصر قلب: إنسان يعتقد أن عمرا هو الكاتب، فقلت لا كاتب إلا علي، هذا قصر قلب، لأن المخاطب يعتقد أنه لا كاتب إلا من؟ إلا عمرو. الآن قلبت الأمر عليه وقلت لا كاتب إلا علي أو محمد، المهم أنني خاطبته بغير ما كان يعتقد، هذا يسمى قصر قلب، لأني قلبت مفهوم المخاطب إلى ضده. الثالث قصر تعيين، مثل أن يسألك سائل يقول: يا فلان، هل عمرو هو الكاتب أو خالد؟ فقلت لا كاتب إلا خالد، هذا تعيين. نعم. وللقصر طرق منها النفي والاستثناء، نحو إن هذا إلا ملك كريم، ومنها إنما، نحو إنما الفاهم علي، ومنها العطف بلا أو بل أو لكن، نحو أنا ناثر لا ناظم، وما أنا حاسب بل كاتب، ومنها تقديم ما حقه التأخير، نحو ما جاب مثال لكن انزع بل وحط بدلها لكن، يستقيم ولا لا؟ تقول ما أنا حاسب لكن كاتب. ومنها تقديم ما حقه التأخير، نحو إياك نعبد. الآن ذكر الطرق: النفي والاستثناء وهو أعلاها، مثل إن هذا إلا ملك كريم، أي ما هذا إلا ملك كريم. وهذا الحصر كما تعرفون إضافي، يعني أن النسوة قلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. طيب، بعدها إنما. والفرق بين بين إلا وإنما أن إلا يليها المحصور فيه، وإنما يليها المحصور. انتبه للفرق: إنما يليها المحصور، وإلا يليها المحصور فيه. مثاله: إنما الفاهم علي.
الآن حصرت الفهم إيش؟ بعلي، لأن إنما يليها إيش؟ المحصور. طيب، لا تقول القائم علي لا بكر، بعدها بل ما القائم فلان بل فلان، كذلك لكن ما القائم فلان لكن فلان. تقديم ما حق التأخير هذه عامة، كل ما تقديم ما حق التأخير فهو مفيد للحصر، سواء كان مفعولا به أو كان خبرا أو غير ذلك. كل ما قدمنا ما حق التأخير فهو دليل على الحصر.